النهاردة هنلتقي مع حلقة في برنامج خشاف رمضان. وخشاف رمضان برنامج هنلتقي فيه مع مشاهير قراء القرآن الكريم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. وحلقة الليلة مع واحد من هؤلاء المشاهير حصل أخيرا على وسام منحه له السيد الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم. مساء الخير. طبعا مصطفى إسماعيل بدي أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يجعله شهر مبروك علينا وعليكم، ويجعله شهر سعيد إن شاء الله، ونصومه كده كامل إن شاء الله كلنا سويا، ونصلي التراويح كده وافطار يكون شهي إن شاء الله، والكنافة تكون مظبوطة قوي عليها الحاجات الكويسة، وإن شاء الله المكسرات والحاجات دي إن شاء الله هتتوفر السنة دي برضه بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. وأقول لكم نكتة بمناسبة الصيام. مرة كنت مسافر رايح طنطا، فجات القعدة بتاعتي جنبي واحد صديقي، فقاعد بيسألني بيقول لي يا سيدنا الشيخ انتوا بتقولوا اللي يسافر يفطر؟ قلت له أي نعم. قال لي أنا مسافر دلوقتي رايح المنصورة. قلت له من حقك تفطر، وإن صمت صمت طبعا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال لي طيب يعني أنا أقدر أفطر؟ قلت له أي نعم تفطر دلوقتي. قال لي طيب يا سيدي. وده إيه؟ طب ما أنا مسافر في القطر هو وقاعد مبسوط وقاعد مرتاح. قلت له هو ما فيش، ما قالوش كده، قالوا كذا كيلو لغاية 130 كيلو وحاجة، وأنت راح تسافر دلوقتي أكثر من 150 كيلو. فقال لي طيب يا سيدي أنا هصوم. قلت له ما هو ربنا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال لي طيب. وبعدين أنا افتكرت حكاية ليا، حكاية كانت غريبة قوي. مرة اتسحرت سحور جامد ونمت، وقمت الصبحية ما يعني اتسحرت، وبعدها ما سهرتش علشان كنت اقدر اشرب مية زيادة او اشرب كوباية شاي او حاجة، اكلت لقمة ونمت على طول. وبعدين صحيت الساعة 10 صباحا، التقيت ريقي ناشف ولساني زي الحطبة، ولا بد من اني افطر. ده انا بحكي له الحكاية. وبعدين قال لي هي، وبعدين عملت ايه؟ قلت له والله دخت خالص. وبعدين قال لي كنت مسافر. انما هو قالها ما يقصدش حاجة، قال لي كنت مسافر على طول. طيب يا شيخ مصطفى نقول مين اللي قاعدين معاك؟ علي وذكري مجلس الأمة، مصطفى كامل أرباب المعاشات، إبراهيم قاسم هيئة تصنيع، مصطفى الأباني محاسب مؤسسة البترول وجوز بنت الشيخ مصطفى، حسين فتحي يوسف تعمير الأراضي، موظف بتعمير الأراضي. طبعا كل دول أصدقاء الشيخ، مش كده ولا إيه يا شيخ مصطفى؟ نعم أصدقائي من زمان، ودول محبين ليا قوي، ومن السماعة بتوعي، يعني السماعة الخدامة اللي هم ناس كويسين خالص أثق فيهم، يعني دول لو قعدوا قدامي بيخلوني أنا يعني أقول وأشتغل، خصوصا السيد مصطفى كامل ده. فإذا كنت أنا حتى في ليلة وقاعد مزاجي ماليش مزاج، وساعة أبص ألاقيه دخل مزاجي يحضر. كويس. طيب الأستاذ مصطفى كامل يقول لنا إزاي عرفك؟ والله إحنا كان لنا صديق زمان الله يرحمه اسمه فتوح، كان شيخ الخياطين في القاهرة، فجيه مرة قال لنا النهاردة أنا هسمعكم في إيه؟ ما سمعتوه إزاي؟ فروحنا سمعناه في سيدنا الحسين. فأنا في الحقيقة يعني أفهم شوية في المزيكا، فأعجبت أولا الصوت، صوت في غاية الطرب، ثانيا بيؤدي أداء علماء، وبينتقل من النغمة لنغمة أخرى بعلم، يعني ناس معرفاني، وكمان الأفلات بتوعه كلها محبوكة ومسبوكة، ما فيش أبدا حاجة عفشة مطلقا. فأنا ميلت على صديق لي اسمه زهري، وقلت له كلمة إنما كان فيها شوية مبالغة، إنما هي معناها إن الراجل ده هيكون له شأن كبير بين القراء، إنما أنا قلتها كلمة يعني فيها مبالغة أكتر من كده شوية، معناها كده. طيب يا شيخ مصطفى بيقولوا عليك إنك أنت بتعرف تضرب عود وبيانو، فممكن تسمعنا حاجة؟ أنا الحاجات دي خاصة ليا بالذات، إنما مش أقولها أبدا. طيب أنا شايف بيانو جنبنا في الأوضة اللي إحنا قاعدين فيها، وإيه البيانو ده؟ ده علشان أولادي واتجوزهم الحمد لله، وهم تركينه عندي، لما بيجوا هنا زيارة ولا حاجة بيضربوا عليه شوية.
طيب انت يعني ما اصلكش مارست ضرب العود ولا الغناء ولا حاجه؟ لا درست طبعا واعرف الحاجات دي يعني، بس خاصه لي انا بالذات، ما غنيش انا. طيب بمناسبه اولادك المتزوجات، الاستاذ مصطفى ده جوز بنتك، عايزين نعرف ازاي اتجوز بنتك، يعني القصه بتاعت الزواج. والله أنا في معرفة قديمة طبعا بأسرة الشيخ، ولما تقدمت بخصوص طلب إيد بنته حضر لي الشغل واداني طبعا، يعني اتكلمنا شوية عندك في المؤسسة علشان أعرفه وعلشان ما أحرجوش ولا أحرج بنتي، هو هيحكي لك الحكاية. وكانت فكرة جميلة جدا عرضها عليا، ما كنتش منتظرها فعلا لأنها يعني تصرف تقدمي ما كنتش منتظره منه أبدا. فقال لي أنا هدبر لك مقابلة في مكان عام بحيث تقدر تشوف يعني بنتي اللي أنت عايز تخطبها دي وتملى عينك منها وتسمع صوتها، يمكن تطلع خانفة يمكن. وبعدين فعلا حدد لي يوم حدد لي يوم فعلا، أظن كان في مكان في محل هنوم، وبالظبط في الميعاد اللي كان متفق عليه بالدقيقة كان موجود هناك. وتعرفها يعني عرفنا على بعض على أساس إنها كانت بنت صدفة، يعني مقابلة بنت صدفتها. والحمد لله كان ربنا موفق الموضوع على خير يعني ما تورطتش ولا حاجة يا مصطفى؟ يعني لما شفتني ما تورطتش ولا حاجة؟ لا لا، ده اداني فرصة وكان زي شبه عرض أزياء خاص يعني، فستان يتلبس وغيره. قعدنا يعني ملينا علينا الحمد لله وكانت خير زوجة. طب انت يعني بتؤمن بحكايه الحب في الزواج ولا ايه يا شيخ مصطفى؟ أيوة أؤمن. إذا الواحد شاف مراته لأول مرة فبتدخل في قلبه وخلاص، يعني لما تدخل في قلبه لأول مرة ما عادش تطلع خلاص. يعني أنا في نظري أنا، لأن الحب الأولاني ده لا يعدله حب. انت اتجوزت عن حب؟ أيوة اتجوزت عن حب. لما شفت مراتي خطبتها، شفتها في كده صدفة أنا في دمياط، وبعدين سألت قالوا لي دي كذا، قلت لا أنا لازم أروح أخطبها. عندك أولاد يا شيخ مصطفى؟ أيوة عندي الحمد لله. نقول أساميهم ويعني بيشتغلوا فين؟ الذكور عندي ولد دكتور في ألمانيا في هايدلبرج. وعندي ابني الوسطاني اللي هو سمير بيشتغل في الطيران، وعندي مضيف، وعندي وحيد ابني الصغير في الهندسة السنة دي في البكالوريوس الهندسي، السنة دي يتخرج إن شاء الله. والبنات واحدة كلهم متزوجات يعني. كويس. انت اول مرة جيت فيها القاهرة انت اولا منين؟ من ميت غزال، بلد اسمها ميت غزال، محافظة الغربية. يعني مركز طنطا. ايوه. طيب عاوزين تحكي لنا اول مرة جيت فيها القاهرة، وبعدين حياتك يعني هل قابلت مصاعب؟ ازاي شقيت حياتك وطريقك يعني؟ انا اقول لسيادتك سيدي، الموضوع اني انا كنت قاعد في طنطا، وبعدين بصيت لقيت تليفون جاي لي من مصر بيقولوا لي كلم مصر. غريب قوي لما كانوا يقولوا كلم مصر ما حدش يقدر يعني. فقلت نعم. قالوا لي احنا عايزينك ليله في حته اسمها الداوديه. قمت انا في نفسي قلت يا رب ايه الحكايه، هي ناقص يا مصر ناقصه جايين ياخدوا من طنطا. وانا قلت لهم فعلا الكلام ده. قالوا لي يا اخي احنا حرين بندعيك. قلت لهم ما عندكم الاخوان كتير في مصر وما بتدعوهمش ليه؟ قالوا لي الله احنا حرين يا اخي ندعي ما نشاء. ده اللي حصل والله. وبعدين رحت جيت مصر. فالليله بالذات بصيت لقيتها كلها ناس فنيين وكلهم سميعه في الحته بتاع الدوليه دي، محك الاخواننا الكبار يعني. وبعدين بقى الليله دي نجحت كويس قوي، نجحت قوي. وبناء عليه صبحت الصبحيه اشتركت في رابطه القراء، وكان عندها ليله بمناسبه المولد النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا الحسين، فدعوني اني انا اقرا نص ساعه. فقرات نص ساعه في سيدنا الحسين، وكان نص ساعه دي برضه فيها الطول، لان ربنا بيقول وجعلنا لكل شيء سببا، فكانت هي السبب في الشهرة. الاستاذ ابراهيم قاسم هيقول لنا ازاي عرف الشيخ. والله الشيخ انا اعرفه من زمان، عن حوالي سنه 46، وعملت له تسجيلات بسجلها من حفلات خارجيه، يمكن موالد مثلا ومعاد سنه وبتاع، وعندي ليه تسجيلات يعني كتير قوي، مجموعه يعني من شرايط.
وبنعمل في البيت كل 15 يوم نادي. بيجي ناس كبار برضه موسيقيين زمان وبيسمعوا، وعشان رمضان دلوقتي بنعملها كل اسبوع. انت صاحب فكرة النادي اللي بيقولوا عليه نادي الشيخ مصطفى اسماعيل. دي اصدقاء الشيخ مصطفى اسماعيل يعني، وعايزين نجيب صور ونعمل كرنيهات وبتاع عشان تبقى الحكايه يعني مسبوكه قوي. الاستاذ مصطفى كامل بيقول انك انت يعني في قراءتك يعني بتدي القراءة بأنغام معينة، وهل الأنغام دي أنت درستها مثلا عن دراسة؟ والله أنا أول ما قرأت كان وجيت مصر، أبص ألاقي مثلا أبقى قاعد في الليلة وأقرأ الآية، أبص ألاقي واحد يقول الله دي بياتي، أو ما أنا أخد بالي من دي بياتي، وبعدين يقول ده راح صبا، ده راح صبا، أخد بالي بقى إن دي صبا. ده نقل حجاز، ده راح سيكا، ده عمل جركة، ده عمل نهواند، ده عمل عشاء، ده عمل رز. كل الحاجات دي كلها اخدها باستراق السمع وطبقتها وعرفتها بقى ان دي مثلا كذا وفهمت النغم من هذا. اظن يا شيخ مصطفى انت يعني بدمك بتعرف النغمات دي لابد تسمعنا حاجة يعني. يا ليل 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 لا دي حاجة عظيمة جدا يا شيخ مصطفى. طب ما تغني لنا أغنية ولا حاجة؟ لا ما اقدرش بقى، انا هوكل بناء عني الاستاذ الكبير مصطفى كامل. الأستاذ مصطفى كامل هيقبل ولا نخليه يغني؟ أولا السيد مصطفى كامل ده كان موظف في الداخلية وفي المعاش الآن، وهو مش محترف يعني المهنة، بس هو غني يعني غاوي قوي وسميع كبير وحاجة يعني ما يعني بيغني في السهرات بتاعتك كده؟ لا ما بيغنيش، بس هو بقى ده حاجة خصوص المزاج وهو بس. طب نسمع يا أستاذ مصطفى. بقى الأستاذ الشيخ مصطفى غنى ليلتين شيكا، فأنا هغني ليل شيكا وهقول مذهب شيكا كمان من باب يعني، إنما أنا دلوقتي عندي 70 سنة صوتي راح، إنما بس مع الإلحاح هقول فلا تؤاخذوني أنا راجل كبير. طب نقول يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني يا روحي ايه كده والنبي يا عيني، ما هو دي الحاجات تقول كبير كبير ايه يا عم؟ قول يا عم قول يا عم وصلي على النبي. اجيب لك يا ليلي يا ليلي يا عيني يا روحي يا سيدي وقول واحنا هنا دور قديم من بتوع زمان ولو انه ما يعجبش بتوع اليوم. لا يا عم يعجب كل حاجة حلوة. قلت له والنبي والنبي ترحم
حسودي يا روحي قال لي شوف لك خصم يحكم واطلب العزة الشهود. يا سلام الله 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 يا سلام سلام يا سلام من دي الآسية. بس عظيمة والله ما فيش كده ابدا والله يا اخي حاجات طرب والله. انا احب اسمع انا مرة ماشي كانت الميضة بتاعت الست زمان سيدة زينب كانت لها منحني كده ومنحني كده ورا العتريس وكانت حتة ملقف وحش قوي وليلتها كان برد قوي وانا داخل اتوضى عترت بواحد قاعد في الملقف ده اللي يوقف الجمل عمال يقرأ قرآن وعجبني قوي وبقيت مبسوط خالص وقعدت جنبه. الناس بقت تديني انا الفلوس واديها له وقعدت لا اتوضيت ولا عملت ولا حاجه. وبعدين الراجل الشيخ قاعد جنبي بيحسبني انا اللي هزحمه في القراءه. قال لي انت هتقرا شويه ولا ايه؟ قلت له لا ده انا سميع ما تخافش والناس تيجي تدي انا الفلوس كل ما يجوا يدوا له هو عاجز او ما انا مدي ايدي اخد الفلوس واحطها في ايده. لا كانت ليله عظيمه جدا وقعدت اسمع لان الطرب ده حاجه عظيمه قوي. طب يا عم الشيخ مصطفى عاوزين نقول البلاد اللي انت زرتها ايه؟ انا والله يا سيدي اول ما رحت لبنان زيارة كان ليا انا يعني وبعدين رحت سوريا وبعدين رحت الحجاز وبعدين رحت تونس وليبيا وفرنسا والمانيا وجنيف طب نسمع قصة من البلاد دي حصلت لك. يا سيدي كنت انا مرة في لبنان وعندي جماعة اصحابي واصدقائي فكل ما اجي اقوم يقولوا لي الدنيا بتمطر تنتها تمطر لغايه الساعه ما بقت وحدي. قلت لهم ايه وبعدين الحالات هنا؟ فقالوا لي يا معلش فقالوا لي نجيب لك السياره. قلت لهم لا ده فيها انا هاخدها كده تخريمه كده. وبعدين نزلت وادوني شمسيه حطيتها عليا وكنت لابس تقيل طبعا وحاطط عبايه عليا زي البطانيه وطبقتها حطيتها على كتفي لان ما اقدرش امشي واشيل نفسي واشيل البتاعه دي. فبصيت لقيت نفسي انا قدام شارع كده على الاقل خرم من هنا وبعدين تطلع على طول على الاوتيل بدل ما تلف اللفه دي. فتنيت نطلع وهناك الشوارع تطلع كده عالي وتنزل تطلع عالي وتنزل وبعدين تنيت ماشي تعبت وبعدين بصيت لقيت الشارع سد ما فيش يعني منفذ. ابص كده الاقي حته عطفه الاقي ما فيش. وبعدين المهم ان ما فيش حد باصص ولا حد في العربيات مرصوصه في الطريق. وبعدين رجعت وانا براجع بقى لما جيت لحد الشارع اللي هو الاصلي تهت عن الطريق يا ترى تروح يمين يا ترى تروح شمال. الغرض خرمت كده هو طلعت وبعدين تنيت ماشي اتاري انا جيت لحد قهوه لقيت واحد ماشي حاطط الجاكيته بتاعته على راسه وبقول له يا عم من فضلك قول لي لوكاندا اوتيل اللي انا نازل فيه سمته له بس مش فاكر اسمه. وبعدين قال لي سابني وجري بعد ما كان ماشي كده بالهويل ده ما ردش عليا وسابني وجري وطار. يا رب ايه الراجل خايف مني ولاقيني انا حاطط شال وكذا وكذا. وبعدين تنيت ماشي رحت لقيت قهوه فاتحه ويا دوب موارب الباب كده شويه. فبصيت منها قام واحد جه على طول من القهوه وقال لي اهلا وسهلا سيدنا الشيخ. قلت له انت عارفني؟ قال لي ايوه مش مصطفى. قلت له يا سيدي اهلا وسهلا. قلت له والله انا عايز الاوتيل الفلاني. قال لي ما هو انت عمال تلف حواليها هو. اسمه اوتيل البروستول هناك في حته اسمها في فقال لي ما هو انت يا عم حواليها هو عمال تلف وجنبك اهو وانا جنبه من وراه بس انا مش واخد بالي الا من قدام بلف حواليه. انما تعبت تمام على ما وصلت هناك ساعتين تمام لما بقى ظهري شر ميه. طيب يا عم الشيخ مصطفى انت ما اصلكش
لبست اللبس الفرنجي يعني البدله؟ لا ابدا، مفيش غير الجبه والقفطان والكاكوله. مالكش هوايات معينه؟ زي ايه يعني؟ بتحب مثلا تمارس هوايات؟ بتلعب حاجه يعني، بتلعب بوكس، بتلعب كوره، بتلعب؟ والله انا اعرف العب طاوله، بس يعني مش حريف، انما بعض الساعات اغلب الحريفه، ودي بتكون في ما العبهاش ابدا. استنى طب انا كنت بغلبك والله. فدي ما بلعبهاش الا في المصيف. في البيت عندي بيجوا اخواننا يقعدوا معايا وبيحبوا يسهروا معايا شويه، فبالطاوله بنقعد نتسلى بس، ما فيش غير المصيف، انما غير كده ما عنديش هوايه ابدا. انا شايف الاستاذ مصطفى عايز يقول حاجه يعني. والله يعني اعتقد يعني الواحد بيلعبه يعني بدون مراعاة، بدون خشة كده، بنلعب وما بنرحمش يعني. ساعة القرص بنقرص او ساعة الضربة بنضرب. يعني بتغلبه؟ كتير برضه ما فيش مانع. ولما بتغلبه والله هو بنراعي شعوره، ما بيرضاش ينام الا اذا كان غالب، او يا دوبك درون يعني. فبنتغلب له، اذا كان احنا غالبين بنتغلب له في الاخر. لا ما هو انا لما بيلعبوا معايا فبيهللوا، بيقعدوا المتفرجين يهللوا على المغلوب، فانا استحيل اتني ايه انام وانا مغلوب. اقول له بس نلعب كمان 10، اتني واروح لما اغلبهم وانام مبسوط. وانت صغير كنت بتلعب ايه يا شيخ مصطفى؟ والله يا سيدي كنت بلعب كوره. الكوره دي في الفلاحين الحكش، في الفلاحين كنا نروح على شجره كده نشوف نقز كده يكون جامد، يعني حته فرع يكون كويس له حكشه كده، وكنا بقى نقسم نفسنا، نجيب العيال يجي 30 عيل، ونقسم بقى الفريق 15 و15، ونعمل كوره كبيره زي الكوره ده اللي هم بتاعت الرجل دي، بس دي بقى نجيب قماش ونعملها بالتيل ونخيطها بالمسله لما تبقى كوره جامده كده تمام، علشان تتحمل ضرب الحكشه دي. ونقعد نلعب لغايه الساعه ما الغفر، لما واحنا اللي يغلب بقى نهلل ونقول ايه لغايه الغفر ما تطلع تجري ورانا وتروحني. بتشجع اي نادي؟ اشجع اللعبه العام، اللعبه الكويسه، النادي اللي بيلعب كويس اشجعه وخلاص، ماليش اي ناحيه. صحيح والله مش بجامل النادي ده ولا النادي ده ابدا، اي حاجه باخد بالي من اللعيب الكويس الحريف اقوم اسقف. ان شاء الله يكون حتى اكرهه. طيب انت عندك تلفزيون؟ عندي. ايه اللي بتشوفه في التلفزيون؟ شوف التلفزيون فيه يعني نور على نور، الحاجات الكويسه دي، كتاب الله، يعني الحاجات برضو مغنى كويسه احب اسمع، تمثيليات فيها، التمثيليه اللي بتعجبني قوي اللي لها هدف. طيب بتشوف سينما ومسرح؟ ايوه. لا ما بشوفش يعني، ما بروحش. كان زمان وانا ايام ما كنت في طنطا كنت اروح السينما واشوف يعني الروايات. امال دلوقتي بتقضي فراغك ازاي؟ يعني اوقات فراغك بتقضيها ازاي؟ والله انا اذا كان عندي يعني ليله بروح الليله بتاعي، وما عنديش ليله فبقى يا اما اتني في البيت، يا اما انزل اقعد في شبر في سمرميس، اروح من هاوس في الهرم اقعد، علشان خاطر بكون هادي، احب الهدوء، واحب اقعد كده لوحدي ساعتين 3 لا احد يكلمني ولا اكلم حد، اقعد بقى اشغل نفسي في افكاري وفي نظامي، يعني دي متعه ليا وانا بنبسط منها. الاستاذ عليوة شايف عايز يقول حاجه؟ لا احنا بنقول يعني على اننا احنا باعتبارنا فاتحين نادي في عابدين لسماع الشيخ وبتاع، واحنا ناس رياضيين، فبالنهار بنتفرج على كوره وكنا بنلعب كوره، فعملنا توارد خواطر بقى، فعملنا ان قلنا مثلا نعمل تيم كوره من المقرئين، حاجات رمزيه يعني، والشيخ مصطفى يكون مركزه ايه عن اذن المولانا هنقول له حريتك، خد حريتك. فقلنا الشيخ يكون مركزه، فحطيناه متوسط هجوم الفريق، يعني سنتر فيرود، وبصفته هو بقى بيهندز وهو الكي بلاير بتاع التيم. وجبنا على شمال ويمينه مقرئين بقى. لا ارسم لنا التيم بقى من الاول، يعني ال 11 لاعب. فعملنا الشيخ البنا حارس مرمى، والشيخ الشيخ طه الفشني، والشيخ ابو العينين شعيشه عباكات، وسنتر ومتوسط دفاع عملنا الشيخ الحصري، والشيخ مصطفى متوسط هجوم،
وعلى يمينه الشيخ كامل يوسف البهتيمي ساعد ايمن، والشيخ محمد سلامه ساعد ايسر، والشيخ عبد الصمد وينج يمين، والشيخ المنشاوي وينج شمال. وايه رايك في الحكايه دي يا شيخ؟ والله العظيم انا لسه اول مره بسمعها، ده حلوه قوي. يعني انا ما اعرفش والله اللي قاله ده كلام قولي سيستر ولا مرمى ولا بتاع سيستر ايه؟ سيستر فرويد، ما اعرفش الحاجات دي. انما هو ما تعرفش لغات يا شيخ مصطفى؟ لا اعرف عربي بس. طب امال في البلاد الاجنبيه اللي انت زرتها يعني كنت بتتفاهم ازاي مع انا البلاد اللي رحتها كلها كانت عربيه، ومثل تونس ومثل الحجاز ومثل لبنان وسوريا، والبلاد دي كلها بيتكلموا عربي الا فرنسا. لما جيت اروح فرنسا قلت لجوز بنتي الدكتور حسن، قلت له قول لي يا دكتور حسن، انا لما اروح دلوقتي فرنسا اقعد ازاي واقول لهم عايز اكل، اقول لهم ايه؟ فكتب لي كلمتين. مثلا قال لي لما تيجي تقول لهم انا عايز الاكل تقول منجيه، لما تيجي عايز ميه تقول فردون فردو، لما تيجي تقول مثلا كذا. فكتب لي كلمتين كده. فانا رحت بقى طلعت فوق، قعدت لغايه الساعه ما بقت 2 وعايز اطلب السحور. فادور على الورقه دي مانيش لاقيها ابدا، ادور عليها في جيبي هنا مفيش، شغلتني خالص. واخيرا شلت السماعه وردت عليها واحده من المنزل بتقول لي ايه كده. قلت لها انا عايز ماما. قالت لي كده مش عارفه ايه. قلت لها منجريه، يعني منجريه. فمش عرفت، راحت جابت واحد وطلع لي السفراجي ضرب الجرس، قلت له ادخل. فدخل وبعدين قلت له، قال لي صار يكلمني برضه كلام مش عارف. وبعدين شاورت له كده بصوابعي كده على بوقي، يعني عايز اكل مام. فالراجل قاعد يضحك قوي السفراجي وعرف وفهم وراح جاب لي السحور. طيب لو سبت لك دلوقتي الميكروفون علشان تختتم الحلقه تقول ايه؟ اقول للمستمعين كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يؤتها علينا وعليكم بالخير ان شاء الله، وكل رمضان وانتم طيبين. أيها الإخوة العرب، لنا لقاء في مثل هذا الموعد من